هو مين اللي خطر؟ إيران ولا إسرائيل؟ لو إيران خطر فعلا، ليه سابوها تكبر؟ ليه سابوها تعمل سلاح نووي؟ ما ضربوهاش ليه من الأول زي ما عملوا مع العراق؟ في الوقت اللي إسرائيل فيه كانت بتخنق أي دولة عربية حابة تتنفس، كانت سايبة إيران تكبر. طب بص معايا على الخريطة كده. سنة 2006 حرب لبنان اشتعلت، والناس هتفت وقالت هي دي نبوءة زوال إسرائيل، نفس التخوين للجيوش والدول العربية، وحزب الله طلع أشرف من الكل. لكن النتيجة كانت إيه؟ لبنان اتهرست. وفي 2023 رجع نفس السيناريو، نفس الصوت، نفس الهتاف في طوفان الأقصى. احنا قطعناهم بطياراتنا الورق، ودخلوا ساحات المسجد الأقصى في غياب تام للجانب الصهيوني. بس النتيجة كانت إذن بإبادة غزة، إبادة جماعية وبدون رحمة. المنظومة الصهيوماسونية عمرها ما بتسمح بخسارة ليها إلا لو متأكدة إنها هتكسب أضعاف اللي خسرته. وإنت قاعد بتتفرج على السوشيال ميديا، خد بالك دي مش صدفة، دخلوك ساحة القتال بدون سلاح ومن غير ما تكون أصلا طرف من الأطراف. اختفى فين الكلام على إن إيران صنيعة ماسونية، وإن المذهب الشيعي كبروه عشان تشتيت الأمة وتمزيق الإسلام؟ والسؤال، أنت مصدق إن إسرائيل وقعت مع أول حليف ليها في الشرق الأوسط؟ تعالوا نبص على الصورة الكبيرة يمكن نفهم. فإيه اللي يلم الناس ويلم الموضوع؟ فكرة العدو الخارجي فكرة قديمة ومتجربة ونتائجها مضمونة. إنها اتضربت بعد ما تم إنهاك القبة الحديدية. فهل إيران أصابت الهدف؟ فين فزعت انتوا مش قد إن انتوا تحاربونا؟ إيران هكرت كاميرات المراقبة للمدنيين في إسرائيل، يعني الضرب بقى بس مباشر من طهران. في تحالف سيبراني حصل ما بين الهاكرز من مختلف الجنسيات وبين إيران. أول مرة إسرائيل تحارب عدو شايفها من جواه. فيا ترى بتحارب من ورا إسرائيل؟ أمريكا اللي بتستخدم إسرائيل ولا العكس؟ إيران اللي بتصرخ كل جمعة في خطابها الموت لأمريكا، عمرنا ما شفناها ضربت صاروخ واحد على أي قاعدة أمريكية مباشرة منها. التنظيمات الشيعية ظهرت فجأة، مين كبرها؟ مين صنعها؟ مين دعمها؟ مين خلى ليها دور في كل ملف ساخن في المنطقة؟